ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة رمضانية حلوة كده جميلة. كنافة وجلاش بالكنافة. اول حاجة دهنت الصينية سمنة كده زي ما انتوا شفتوا قبل ما احط فيها اي حاجة. وهبدأ الف الجلاش بتاعي. الجلاش ده نوع اسمه السلام، حلو قوي، احلى من الزهار بكتير. بصراحة ما بيعجبنيش الزهار خالص. ده حلو وجميل وما بلاقيش فيه حاجة متكسرة او ورق ناشف او الكلام ده خالص، بيبقى حلو قوي. بجيب ورقتين، بدهن كل واحدة سمنة كده. ورقة يعني، وبعد كده ادهنها سمنة واحط عليها ورقة تانية واقوم حاطة فيها كنافة بالشكل ده، والفها رول كده. بس اخليها ضيقة يعني عشان الكنافة ايه ما تقعش. الفهم كلهم بالشكل ده. الكنافة دي انا عاملاها ازاي؟ حطيت في حلة معلقتين سمنة وحطيت الكنافة وايدي فيها ما سيبهاش خالص لان هي تتحمر بسرعة، ولو سبتها ممكن تتلسع. وهحمرها وبس، ممكن اشيلها في التلاجة، ممكن تقعد عندي سنة يعني. فانا عندي الكنافه دي من قبل كده، فرحت متحمره جاهزه يعني، فعشان كده ما حمرتهاش معاكم. وقطعت الجلاش بسكينه حلوه كده، تكون حاده يعني علشان ما يتكسرش منك. قطعته كله بالشكل ده. صوابع بقى، انت عايزه ترفعيها عن كده قللي كميه الكنافه. عايزاها اتخن زودي كميه الكنافه، يعني براحتك خالص. انا بس وريتك الطريقه اللي انا بعملها. وجيت بقى للوش بدهنه سمنه، بمشي عليهم صف صف كده بسمنه، فرشه فيها سمنه بلدي. وبس كده حطيتهم الفرن على اعلى درجة حرارة. كنت في الوقت ده مجهزة شربات. حطيت سكر على مية على ليمون، ليمونية. انا حملت كيلو سكر على لتر مية. عشان قلت يقعد عندي بقى، يعني كده كده رمضان داخل وهنستخدمه كتير، بدل ما كل شوية اعمل شربات. وده شكلها لما طلعت لونها جميل وذهبي كده وجميل، ومتحمرة من تحت ومن فوق، شكلها حلو قوي. هبدأ دلوقتي احط لها الشربات. انا عاملاه وسط، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. انا حطيت كوباية الا ربع كده في اللبانة كده بتاعتي، وهبدأ انزل بيها على الجلاش، اسقيه كله كده زي ما بسقي كنافة او جلاش عادي. انا كنت مطلعه قطعة كده في طبق بجربها، علشان انا عندي الجلاش كان برد والشربات ده فيه شوية، فقلت اشوفه كده برد حلو يعني اوكي ولا ايه. فعشان قلت ايه ما بوظش الكمية كلها، يعني نجرب في مربع صغير. بس لقيته حلو كده. هو كان سخن بصراحة لما طلعتها من الفرن، فحطيته حطيت كوباية في التلاجة شوية. كان الجلاش برد وهي كانت يعني دافية سنة، الشربات دافي سنة. طبعا زي ما انتوا عارفين لازم يبقى، يعني لو جلاش طالع من الفرن يبقى الشربات بارد. او العكس، يعني حاجة باردة وحاجة سخنة. وده شكله رصيته كده في الطبق. المفروض نحط مع الكنافة مكسرات، بس في رمضان بقى ان شاء الله نبقى نعملها بالطريقة دي.